هذه 3 سنوات كنت درت واحد الفيديو اللي هو هذا على شنو خاصك دير، واش شعبة الاداب ولا دير علوم، وكانوا بزاف ديال الناس ما فهموش الفكره ديال الفيديو وما فهموش شنو بغيت انا نوصل من الفيديو. فإلا كنتي ما بغيتيش تبقى مخربق وبغيتي تفهم شنو خاصك دير، واش دير اداب ولا علوم حسب داك الشيء اللي انت عندك معاه وحسب داك الشيء اللي انت باغي، فتفرج في هذا الفيديو هذا كامل لانه فيه معلومات قيمه واللي غيخلي تكون عندك واحد الفكره واضحه على شنو باغي انت دير. الاختيار ديالك ما كتبنيهش على شنو دار صاحبك، الا دار هو اداب انت كدير اداب، الا دار هو علوم انت كدير علوم، الا دار ايكونومي اقتصاد انت كدير اقتصاد. الاختيار ديالنا كينبني على شنو حنا بغينا وشنو هما المواد اللي عندنا معاهم وشنو هما الحوايج اللي حنا شغوفين بهم ونقدروا نعطيو فيهم اكثر. لانه ملي كتختار شي حاجه غير حيت صاحبك دارها فانت كتبان بانه انت تالف، انت ما عارفش شنو باغي، وهذا الشيء كيخليك من بعد الاختيار حتى كتفوت واحد المده كتكتشف بانه داك الشيء اللي درتي، داك الاختيار اللي درتي انت ما باغيش ولا انت ماشي شغوف به ولا انت ما قادرش اصلا عليه. وهنا كتلاشي وكتلقى راسك ما درتيش شي حاجه اللي تموتيفيك، ما درتيش شي حاجه اللي تخليك باغي تقرا. الاختيارات ديالنا عامه كيخصها تنبني على شنو حنايا باغيين نديرو، وكيخصها تنبني على القناعات الشخصيه ديالنا وشنو الحوايج اللي نقدروا نعطيو فيهم، ماشي تنبني على شي حاجه اعتباطيه غير حيت هذا الشخص هذا دار هذه الشعبه هذه حتى حنا نديروه. لانه كون على يقين الا درتي شي حاجه انت باغيها، شي حاجه انت اختاريتيها، غتعطي فيها واحد الجهد اللي هو كبير، وهذا الشيء هذا اللي غيخليك انك تكون متفوق في هذه الشعبه هذه. الاختيارات بحال هادو كيخصك تسمع بالدرجه الاولى لراسك، كدير واحد الدياغنوستيك واحد التشخيص وكتشوف راسك انت شنو قادر عليه وشنو المواد اللي عندك معاهم وشنو المواد اللي انت كتبغي. واحد القضيه ما تخليش شي واحد يامبوزي عليك الافكار ديالو ولا يقول لك ها شنو دير ولا يامرك ويقول لك بالضبط ها شنو دير. فإلا شفتوا ميم الموجه ما كيفرضش عليكم شنو ديروا، ما كيفرضش عليكم واش ديروا اداب ولا علوم ولا ايكونومي. الموجه الا قلتي له انت شنو ندير وبغى يعاونك فهو كيقول لك اعطيني النقاط نتاعك نشوفهم، وملي كيشوف النقاط نتاعك عاد كيقدر انه يقول لك شنو دير. ماشي غير كيجيو كيقول لك دير هاد الشعبه هذه، كيجي كيشوف النقاط نتاعك كيدير لك واحد التشخيص، كيشوف انت المواد اللي انت ضعيف فيهم، المواد اللي انت قوي فيهم اللي عندك معاهم، فبالتالي كياخذ واحد الفكره وبالتالي كيجي كيقول لك شنو دير حسب هذوك المعطيات اللي شاف. اما باش تسمع الهضره ديال نامبورط كيل بيرسون فما بلانش، لانه بوتيت داك لا بيرسون غتكون ما عندوش درايه على الموضوع، غيكون ما عارفش بزاف ديال الحوايج، غير غادي يجي غير حيت تسمع واحد الاشخاص كيهضروا واحد قال الاخر بانه هاد الشعبه هذه هي اللي احسن، هو غادي يجي وغيفرض عليك غيقول لك دير هاد الشعبه هذه. فبالتالي كيف ما قلت لك غتصدق داير شي حاجه اللي انت ماشي انتريسي بها، شي حاجه اللي انت ما قادرش عليها ولا شي حاجه اللي انت اصلا ما مهتمش بها كيف ما قلت. فملي تبغي تاخذ استشاره مع اشخاص في هذا الموضوع هذا، حاول تاكد واش هاد الاشخاص هادو قادرين انهم فقط يفتحوا لك عينك ويوضحوا لك شي امور اللي انت ما عارفهمش ولا انت ما واضحالكش هاد الامور هذه، ولا هما باغيين يابوزيو عليك، باغيين يفرضوا عليك الاختيار ديالهم. الا كانوا اشخاص اللي باغيين فقط يعاونوك ويفتحوا لك عينك على شي حوايج اللي انت اصلا ما شايفهمش ولا ما عارفهمش ويوضحوا لك شي حويجات، فخذ الاستشاره من هاد الاشخاص هادو. اما الا كانوا باغيين يامبوزيو عليك ويقولوا لك دير هاد الشعبه هذه وهما ما عندهمش خلفيه، ما عندهمش معلومات، ما عندهمش درايه، فمن الاحسن ما تاخذش استشاره من هاد الاشخاص هادو. لانه كيف ما قلت لك الموجه اللي هذيك هي المهمه ديالو، هذيك هي الوظيفه ديالو، ما كيفرضش عليك، كيجي كيوضح لك الصوره، كيشرح لك شي لعيبات ومن بعد كيقول لك دير انت داك الشيء اللي باغي.